بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فيديو جديد ان شاء الله. بس لو كنت اول مره تشوفيني، يا ريت تشتركي في القناه وتدوسي زر الجرس وتدوسي على كلمه الكل عشان يوصلك مني كل جديد. وتدوسي لايك للفيديو عشان يرتفع. ولو كنت من حبايبي المشتركين معايا في القناه، يا ريت تدوسوا لايك عشان الفيديوهات ترتفع. أنا النهارده كان يوم السوق. فطبعا صورت لكم الحاجات اللي جبتها من السوق النهارده. انا جبت في الاول الكوسه الحلوه ديت، بس انا مش جايباها للمحشي، انا جايباها عشان هعمل خضار سوتيه. وبرضو جبت الجزر عشان خاطر نعمل خضار سوتيه. لقيت الباميه حلوه قوي، فقلت اجيب كيلو كده افرزه. البطاطس برضو عجبتني قوي، والصغيره ديت بالذات هي كيلو ب5، لقيتها حلوه قوي كيلو ب5. قلت اجيبها لان انا بحتاجها في السلق، يعني بسلقها. وبعملها بطاطس بوريه كده عشان بيحبوها قوي جنب الاكل. فجبتها، مش ضروري تبقى كبيره يعني. الجزر كان حلو قوي، بس هو غالي شويه بس حلو. جبته ده ب25، ده حلو. وجبت 2 كيلو تفاح للولاد، وما بيحبوا التفاح. انا بجيب حبه صغيره لان انا ما بحبوش طبعا، فجبت حبه على قدهم. وجبت عنب، بس مش عارفه ما شفت يعني، ما صورتوش، نسيته. وجبت الخيار ده حلو قوي بلدي، انا بحبه. برضو كان ب25. وجبت بقى للغدا الفوركينو الكبار دول، انا بستخدمهم، بعملهم صينيه، بعملهم ساعات بقطعهم واسلقهم وبعدين احمرهم واعمل جنبهم خضار عادي. ف بس مش بشوربتهم، يعني بيكون عندي شوربه. بينفعوني جدا، يعني من الاكلات المنجزه عندي هي الوراك والصدور، بحبها يعني قوي وبتنفعني. بعمل كمان شيش طاووق، بعمل حاجات كتير قوي. ودي الكرومبه الحلوه دي هنعملها برضو. وكده هبقى الاسبوع تقريبا، يعني هيبقى فاضل له يومين 3. انا بحب اجيب حاجات الاسبوع بس مش كلها، بسيب يومين 3 كده للاختيار. وده البصل اللي احنا عملناه مع بعض طبعا قبل كده، وقلت لكم ازاي بيتعمل. قربنا خلاص نفتح عليه. ونقدت الوراك، وحضرت نفسي عشان هعمل النهارده صينيه وراك بالبطاطس. ودي حاجه سريعه كده، انا قلت اشارككم معايا اليوم بتاعي بتاع السوق. يا رب يكون عجبكم حاجات اللي جبتها وفدتكم. المره الجايه نعرف هنعمل ايه بيها كلها، وتكون اساعدكم يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.